كما تتبعتم اليوم كنا في هذا الحفل البهيج اللي كان بمناسبة تخليد الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المدفرة. هذا العمل اللي شارك مجموعة من المتدخلين ومجموعة من المكونات اللي فيها مثلا مؤسسة تفتح، فيها المديرية الإقليمية للثقافة، فيها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، فيها جمعية دارنا، وبطبيعة الحال بتنسيق من عمالة إقليم الصويرة اللي قاموا بهذه الأعمال، هذه اللوحات الفنية والمسرحية اللي جسدت رجعتنا لذكريات المسيرة الخضراء صراحة. ومن المغزى ديال هذا العمل هو أنه استمرار ذكرى المسيرة الخضراء فينا جميعا كأجيال، فبعد 50 سنة لازلنا نرى بأنه كأن المسيرة كانت أمس، وبالتالي هذا الاستمرار في الحدث وفي الملحمة هو يعيد ربط الماضي بالحاضر ويؤكد على غنى إبداع المغربي في سياسات المسيرة وغيرها وفي كل السياسات التنموية. وهذا نعتبره همنا جميع، وأيضا مسؤوليتنا جميع كأجيال أن نربط الأجيال السابقة بالأجيال الحالية والأجيال المقبلة حتى تبقى للمغرب تلك اللحمة وتبقى للمغرب تلك القدرة على التعبئة الجماعية من أجل وحدة ترابه. الجميل هو أن هذا الاحتفال يأتي من طرف براعم ومتمدرسين في محاولة، ليس فقط محاولة، إما أيضا تكريس لوطنيتهم، تكريس بهذه الملحمة التي لعبت دورا أساسيا وكبيرا في تحقيق الوحدة الترابية. طبعا مجموعة من الأنشطة الثقافية من خلال أيضا معرض ديال صور للملحمة، ملحمة المسيرة الخضراء. وهذا النشاط يأتي في إطار شراكة مع مجموعة من المتدخلين على مستوى الإقليم، بعملة إقليم الصويرة، المديرية الإقليمية للثقافة، شركة التنمية المحلية، المجلس البلدي، مؤسسة التفتح وعدة شركاء آخرين. نحن في فضاء الذاكرة التاريخية شاركنا في هذه الفعالية برواق أو معرض صور، ربما نطبع بعض صوره لأول مرة خصيصا لهذه المناسبة. حاولنا في هذه الصور 16 صورة أو 17 صورة أن نثري ونغني الرصيد الأرشيفي الموثق والمؤرشف لحدث المسيرة الخضراء. ولذلك تفضل السيد عامل جلالة الملك والوفد المرافق له والمسؤولين العموميين بتدشين هذا المعرض، وقدمنا شروحات تبين أهمية هذا الحدث وكرونولوجيته منذ تقريبا سنة 1974، لأنها السنة التي أعلن الحسن الثاني رحمه الله أنها سنة الصحراء، وصولا إلى لحظة 6 نوفمبر التي أعلن من خلالها الحسن الثاني رحمه الله عن انطلاق المسيرة الخضراء من مدينة مراكش ليكون قريبا من الأحداث، وكان قد سبق له أن انتقل إلى مراكش لشهور. وكذلك إعدادات وترتيبات ضخمة جدا، ووثقنا هنا في هذا المعرض لصور المتطوعين، لمكاتب تسجيل الأسماء، وكذلك لمساهمة المرأة المغربية القروية والحضارية في هذه الفعالية. كذلك وثقنا للحظات وصول الشاحنات والقطار والحافلات والخيم المنصوبة، وكذلك استحضرنا نموذج من أداء الصلوات الجماعية، وكذلك استحضرنا في صورة نادرة جدا يعني ذلكم التحالف العربي، الصورة التي يظهر فيها الإخوة الفلسطينيون والكويتيون والإماراتيون وهم يعلون راياتهم ورايات بلدانهم ويعبرون عن فرحهم بالمشاركة في هذه المسيرة التي كما دائما أقول هي تجاوزت كونها مسيرة مغربية إلى مسيرة عالم ثالثية. ثم ختمنا بالصورة التي يستقبل فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله البيعة من قبائل الساقية الحمراء ووادي الذهب بمناسبة تربعها على العرش سنة 1999. اليوم بالمناسبة ديال الذكرى الغالية ديال المسيرة الخضراء، قامت الشركة بالمساهمة في تنظيم واحد اللوحات فنية مع الشركاء ديالنا، واللي داخل في اطار البرنامج الفني والثقافي ان شاء الله اللي بديناه، ونتمنوا عند الله ان شاء الله ندخلوا الفرحه للمواطنين والمواطنات التصويريين.